السلام عليكم يا جدعان. النهارده فيديو جديد على قناة سين تايجر لزواحف البرميات. النهارده معانا نوع من انواع الزواحف وهو تعبان الارقم البيتي. هو نوع من انواع التعابين الشرسة جدا. ما عندوش اي غدة سمية. هنقول ليه هو شرس جدا. تعالوا يلا بينا نقول. تعبان الارقم البيتي اللي قدامكم ده معوض انه ما عندوش سم ده بشراسته العالية وكمية السنان اللي في بقه. انا يا جماعة طلعت من شوية 13 سنة من ايدي من عضة. هو اصلا هادي ايدي، استنى اوريكم العضة اللي عضهالي. اهي يا جماعة العضة اللي عضهالي. شايف يا ربان باينة في الكاميرا ولا لأ؟ هو عضني عضة من هنا وعضة هنا في الصباع ده اهي. المهم ده شرس جدا حرفيا يا جماعة. أنا عايزة أوريكم شراسته. أنا هفتح العلبة وأوريكم ازاي هو شرس جدا. أحسن حاجة في التعبان ده نقوشه جميلة جدا على جسمه دي، وشراسته العالية دي بتميزه إن هو أشرس التعابين اللي ما عندهاش أي غدد سمية. هو الأرقم البيتي والأزروت البيتي. لو عايزين تعرفوا إن الأزروت البيتي خشوا على صفحة عمر صاحبي، اسمها عمر محمد صيد الحيوانات وصيد الحيوانات. عنده كل الكلام ده على القناة بتاعته. وعنده يا جماعة أرقم بيتي، اللي عايز برضه يعرف عن الأرقم البيتي هو لسه منزل عنده فيديو. ثانية أفتح العلبة وأوريلكم. طبعا يا جماعة كنت لسه مصور فيديو شورت وهو بيهجم. أنا أصلا عايز اسمه ايه ده، خليه واحدة واحدة كده وأنا معاه. بصوا يا جماعة، ممكن في أي بصوا ده كده هيهجم يا جماعة. أول ما تلاقوه بيطلع لسانه يعرف إن هو هيبدأ يهجم. عايز أجيبها لكم إيه من هنا. بصوا كده هيهجم. أول ما يطلع لسانه يا جماعة يعرف إن هو هيهجم. بصوا يبدأ الهجوم كده. شايفين يا جماعة؟ من أشرس أنواع التعابين هو الأرقم البيتي والأزرود. ان شاء الله يا جماعه هنزل لكم فيديو وانا بجرب عضته، بس عضته حرفيا مؤلمه جدا يا جماعه، بتحرق جدا، وغير كده في سنان بتتكسر في ايدي. انا ممكن اخليكم تدخل التليفون جوه بس ممكن هو يعض. اهو يا جماعه ده وشه تمام من قريب، بس انا هحاول اهين التليفون يا جماعه. دي عينه. بس يا جماعه دي طريقه بقى تربيته يا جماعه. بياكل ايه التعبان ده؟ بياكل البراس، بياكل الفيران، بياكل السحالي الدفنات الصغيره، بياكل اي حاجه حيه حرفيا. طب ده صحراوي ولا زراعي؟ التعبان اللي قدامكم ده من لون التربة صحراوي، بيعيش في الرمال الناعمة. دي رملة عادي من أي مجيرة، دي تصفيتها له من أي صخور فيها عشان هو بيحب الرمال الناعمة. ولسه مأكله يا جماعة. تعبان صحته كويسة جدا. أهم حاجة الخرام محرمناها بشوكة. أهم حاجة أتأكد إن الخرام فعلا مفتحة كويس اهي. اهو يا جماعة أهم حاجة الخرام عشان التنفس بتاع التعبان. بياكل فران براس حالي صغيرة كده يا جماعة. حتى تقول لسه منزل فيديو وهو بياكل فار مايس، وبما يطلق عليه فار التجارب. خشوا يا جماعة اتفرجوا، واتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة ده. بس كده. واحب اقول لكم لازم تتشمس في اليوم 10 دقايق. بصوا يا جماعة هو اصلا عايز يهجم على ايدي اصلا بس هو مش عارف. بس يا جماعة هو ده كان فيديو النهاردة. بس كده. بس يستحسن لو انت مبتدئ ربيه في ورق عشان تلم البراش بتاعه اسرع. هو بس كده يا جماعة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. بس كده. سلام.